السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا عندنا مشاكل في التحميل من على اليوتيوب، تمام، ودي بتقابلنا كتير دايما على جوجل كروم، لان اغلبية الناس بتحب تتصفح من عليه. فلما هنيجي مثلا ندخل على فيديو زي مثلا وعاوزين نحمله، ساعات كتير ما بيظهرش علامة التحميل بتاعة الانترنت. فهنعمل ايه؟ هنيجي ناخد الرابط دوت مثلا بتاع الفيديو، ناخده كوبي، تمام، كنترول وسي او كليك يمين وكوبي، تمام، على اللينك ذات نفسه، ونروح على الموقع اللي انا هكتبه لكم، تمام. نيجي عند المربع دوت ونحطه هنا اللينك اللي احنا اخدناه ونعمل داونلود. نستنى شوية بحيث ان هو يقدر يسحب الفيديو ويديلك اللينكات. طبعا احنا كل اللي احنا هنحمله ملناش دعوه باي حاجه من هنا غير اللي احنا اللي هي MP4 360 دي هنضغط عليها، تمام. وبعد كده هنقفل التحميل بتاع جوجل كروم، نعمل له الغاء، لان احنا عاوزين نحمل اسرع واحسن الانترنت داونلود مانجر اللي هو ظهر هنا، تمام. نضغط عليها وناخد الاسم كوبي، لان الاسامي العربي مش بتظهر في الكلام العربي مش بيظهر في البرنامج، تمام. ونحدد كده بسط، تمام، بعد كده سيف، او نحدد المكان، نغير الاسم بعد ما ينزل، ايا كان. اهم شيء اللي احنا نعرف الطريقه الصحيحه للتحميل، لان ساعات بنحمل بالطريقه التقليديه وبيطلع الفيديو مفهوش صوت، او بيطلع الفيديو مفهوش صوره، وساعات مفهوش صوت ولا صوره يعني. فدي الطريقه الصحيحه اللي احنا نحمل الفيديوهات من على اليوتيوب، تمام. هنضغط هنا تحميل، طبعا هنا الفيديو خلص تحميل. هنرجع تاني نفتح الفيديو من على الجهاز بتاعنا، تمام. هنلاقي الفيديو شغال جدا، مفيش مشاكل ولا صوت ولا صوت. عندنا حاجة تانية اللي هو ازاي نحمل الفيديو من على الفيسبوك، تمام. هنا موجود اهو الفيديو، انا ممكن اتك كليك يمين ونسخ على طول العنوان بتاع الفيديو واجي اعمل نفس الطريقة، تمام، اهوت وداونلود. او اللي انا مثلا اخش هنا افتح الفيديو بتاعي واعمل نسخ كده على طول، هو كوبي فيديو URL اللي هو اللينك، تمام. واعمل برضو نفس الطريقة ان انا اخده واعمل له داونلود من هنا، واستنى عبال لما يطلع لي البيانات بتاعته، او اللي انا اضغط عليه من هنا هيطلع اللينك بتاع اليوتيوب اساسا، هيفتحوا لي على اليوتيوب. اخده برضو بنفس الطريقة بس اقفل هنا، تمام، وارجع تاني اعمل كده وداونلود، وبرضو هيرجع نفس الطريقة. هيفتح اللينكات الداونلود بتاعته. بس اهم شيء اللي احنا نحمل اللي هو 360 بايت، اللي هو 360 بي، تمام، MP4 360 بي اهوت. نضغط عليه نتك الغاء من هنا، تمام. ما احناش عايزين نحمل عن طريق جوجل كروم، هنحمل عن طريق اللي ظهرت دي اللي هي تمام، اللي هي بتاعت الانترنت داونلود مانجر. نضغط عليها، تمام، وناخد هنا اللي هو الاسم ده كوبي، اسم الفيديو، ونعمل كده خلاص اهو. نحدد المكان اللي احنا عايزينه في اي مكان، تمام. غالبا نحمل على تمام، ونحدد المكان ونفس الطريقة هي
وكده يبقى احنا عرفنا ازاي ان احنا نحمل اللي على اليوتيوب بطريقة آمنة والفيديو يطلع سليم جدا، ونحمل على ازاي من على الفيديوهات اللي بتبقى على الفيسبوك.